ده فيديو سجله لعيبة السنغال النهارده قبل مباراة مصر، المفروض إن هي بكرة في نص نهائي أفريقيا. أنا عايز بس أقول لك ردا على الفيديو ده إن المنتخبات دي كانت فيها لعيبة زمان أتقل من اللعيبة اللي موجودة حاليا أضعاف. كانوا حرفيا كلهم محترفين في الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني وغيره وغيره وغيره، كانش في لاعب فيهم بيلعب في الدولة بتاعته أصلا. ومع ذلك كنا بنعمل عليهم ماتشات تتكتب في التاريخ. المنتخبات دي كانت بتخش لها الشرف إن هي تخسر منتخب مصر. السنغال والكاميرون وكوتيفوار وغيرهم وغيرهم كانوا بيبقى لهم الشرف ان هم هيخسروا من منتخب مصر. ايام ما كنا بنحط عليهم. احنا اقوى منتخب في القاره واقوى لعيبه في القاره. قاره افريقيا كلها اقوى منتخب فيها منتخب مصر، بالارقام وباللعيبه وبالاوراق وبكل حاجه، تجيبها يمين تجيبها شمال احنا اقوى منتخب. فجي بقى الوقت انك انت تثبت نفسك، تصنع تاريخ جديد، تكمل، ترد على كل المنتخبات اللي شافت نفسها عليك الفترات اللي فاتت والفترات اللي جايه. ترد بقى على منتخب السنغال باللعيبه بتاعته دي، ترد على منتخب المغرب على غيره وعلى غيره وعلى غيره وعلى غيره. احنا ادينا درس الكوتيفوار 3-2 في عز ما كان هم عندهم الثقه ان هم يكسبوا، وهندي درس برضو للسنغال ان احنا نكسب ونصعد للنهائي. مش مجرد بطوله، مش مجرد كاس هيترفع، ده مجرد اثبات الذات. مجرد ان انت لازم تثبت نفسك ان انت هتكسب، وان انت اتقل منتخب في القاره كالمعتاد. ما انت محتاج تثبت نفسك. البطولة دي اللي هتخليك تثبت نفسك إن أنت موجود، وهتسكت منتخبات كتير وهتكسر عيون لعيبة كتير شمتت فيك وفكرت إن هي أتقل منك.